الجزء الثامن من الOOP الinheritance الوراثة، ودرس النهارده مهم جدًا، جدًا، جدًا. صليت بينا على اللي هيشفع فيك؟ صلى الله على سيدنا محمد. العمود التالت من الركائز الأربعة الأساسية للOOP. أخدنا مع بعض الencapsulation، الabstraction، وجه الدور على الinheritance. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق. ما هي الوراثة؟ أيوه بالضبط كده، هي الفكرة اللي جات في دماغك، إني وارث شوية خصائص ومميزات من أبويا أو جدي مثلًا، تمام؟ نفس الفكرة هي موجودة في البرمجة. أنا عندي حاجة أساسية اللي هو مين؟ الclass الكبير، وده بيكون فيه كل الخصائص والمميزات اللي عايز أدّيها لباقي الclasses اللي عندي. تعالَ بقى نشوف الدنيا دي ماشية إزاي. طب إزاي يا حسين أطبّق الكلام ده في البرمجة؟ تعالَ نشوف مع بعض. مثال حقيقي من أرض الواقع. رائد أعمال كلمك وقال لك لو سمحت أنا عايز أعمل نظام إدارة للموظفين في الشركة عندي. اللي هيحصل معاك كالآتي: أول حاجة هاعملها هاروح أعمل كلاس كبير اللي هاحط فيه الخصائص والمميزات بتاعتي، اللي عايزها تكون فين؟ موجودة في أي كلاس هاعمله بعد كده. حلو أوي الكلام ده. طيب وبعدين؟ طالما إن البرنامج بتاعي ده خاص بالموظفين يبقى هاسمي الكلاس بتاعي الكبير اسم إيه؟ employee. تمام. تعالَ بقى نبدأ في كتابة الكود كده واحدة واحدة وعلى أقل من مهلنا. أول حاجة باعرّف الclass بتاعي يبقى أهو class وبعدين اسم الclass employee، والاسم يكون بطريقة الPascal case اللي هو أول حرف من كل كلمة بيكون capital، وبعد كده باقفل الجملة بتاعتي بالcolon الجميلة. ادخل جوّه الclass لو أنت فاكر معايا. أول حاجة هاروح أعمل إيه؟ أعرّف دالة البناء بتاعتي الconstructor يبقى def underscore underscore init underscore underscore، وافتح لي القوسين وأول بارامتر هيكون مين؟ الself. الله ينور عليك. وأظن إحنا عرفنا الself دي بتعمل إيه، أنا هاشرحها لك بالتفصيل الممل. بعد الself هاخد كوما، وهنا بقى يا معلم هابدأ أفكر على أقل من مهلي. هو الموظف ده عنده إيه؟ يعني الخصائص بتاعته. عنده إيه؟ في الأول خالص أنا سألت رائد الأعمال سؤال، قُلت له: "إيه المعلومات اللي محتاج تسجّلها عن كل موظف؟" قال لي: "رقم التعريفي، الاسم، المسمى الوظيفي، والقسم، والراتب." طيب تمام، شكرًا. أنا كده بدأت أهو أفكّر وأحلّل واحدة، واحدة على مهلي علشان أحل المشكلة دي. هاقول له مثلًا أول حاجة لازم يكون عندي ID، تمام، علشان أعرف أفرّق بين الموظف والتاني، وبعدين لازم يكون عنده اسم، تمام، وبعدين أحدد المسمى الوظيفي بتاعه الtitle، وبعدين القسم اللي بيشتغل فيه الdepartment، وبعدين الراتب بتاعه بيقبض قد إيه الsalary. كلام جميل أوي. ادخل جوّه بقى وابدأ اشتغل بالself عادي جدًا. يالّا بينا أهو. self.id بيساوي ID، self.name بيساوي name، self.title بيساوي title، self.department بيساوي department، self.salary بيساوي salary. أنا كده عملت إيه؟ حددت الخصائص بتاعة الموظف. طيب أنا كمان بقى عايز أعمل إيه؟ عايز أحدد المميزات، الحاجات اللي لازم يعملها، الmethods اللي عنده، تمام؟ مثلًا عايز أخلّيه يسجّل حضور قبل ما يشتغل، لإن بالمنطق كده ما ينفعش يشتغل من غير ما يثبت حضور، صح الكلام؟ تمام. يبقى هاروح أعمل إيه أهو diff وأسميها أي حاجة مثلًا، أقول له مثلًا sign in مثلًا، تمام، والقوسين بتوعي، والبارامتر هتكون إيه؟ self. جميل. واقفل الجملة بالإيه؟ بالcolon. ادخل جوّه وقُل له مثلًا، ده مثال، return مين؟ الF string بتاعة الشياكة والأناقة عشان التنسيق، تمام، علامات التنصيص الdouble quotation. ادخل جوّه هاعمل الشعر الأفريقي الcurly braces وجواها هاقول مين؟ self.name وبعدين has signed in. شكرًا، باي باي. هنا بقى إيه بقى؟ الدالة بتاعتي هترجّع رسالة هتقول إيه؟ إن الموظف سجّل دخوله بنجاح. زي الفل أوي، أوي، أوي. ثواني بقى كده يا حسين، هو أنا هنا باعمل إيه دلوقتي؟ أنا كده هنا بابني الclass الأساسي، class الأب اللي هاورث منه كل حاجة أنا عايز أورثها، تمام، علشان أدّيها لمين؟ لأي class أنا هاعمله بعد كده. تعالَ نربّط بقى الدنيا ببعض كده. هو ليه أنا محتاج أعمل كل ده يا حسين؟ بُص برضه بنلِف وندور في نفس الدايرة بتاعة مين؟ مبدأ دراي don't repeat yourself، لا تكرر نفسك. يعني إيه يا حسين؟ يعني حضرتك بدل ما كنت هتقعد تبني class للموظفين اللي موجودين في الشركة، والله أعلم بقى أصلًا ممكن يطلعوا كام موظف، لك أن تتخيل مثلًا طلعوا 300 موظف، تمام، هتقعد بقى أنت تكتب لي 300 class فيهم self.name self.id مش عارف إيه، يعني أكيد ده عبث والكلام ده مش منطقي خالص، تمام. جات البرمجة الله يبارك لها وقالت لي إيه، وجابت لي مفهوم الوراثة الinheritance علشان تعمل إيه، توفّر عليَّ وقت ومجهود، وأكون كمان إيه، متّفق مع مبدأ الدراية. تمام أوي. تعالَ بقى نشوف هاورّث الكلام ده إزاي. يالّا بينا. ابدأ فكّر بقى على مهلك كده واحدة، واحدة. مثلًا في الشركة لازم يكون فيها مدير manager، صح الكلام؟ عسل الكلام. يبقى بكل سهولة أهو، هاروح أعمل class اسمه manager
بص الحتة اللي جاية دي، افتح لي قوسين وحط لي جوه اسم الكلاس الأساسي بتاعي اللي عايز أورث منه، اسمه إيه؟ employee، وبعدين اقفل الجملة بالكولون، انزل تحت نحط مين؟ باس دلوقتي بس كده تمام، عشان إيه؟ علشان نختبره ونشوف في أي حاجة غلط أو أي أخطاء ظهرت، وهنكمل بعدين تمام؟ زي الفل أوي كده. هاروح أعمل إيه؟ الأوبجكت بتاعي، وهاسمي أول أوبجكت بتاعي اسمه إيه؟ emp1 بيساوي مين؟ بيساوي الكلاس مين؟ المانجر. افتح لي القوسين وابدأ حط الارجيومنتس بتاعتي. أول حاجة رقم الاي دي 1، وبعدين الاسم حسين، المسمى الوظيفي CEO، القسم المانجمنت، والراتب ما وليكن مثلا 100,000 تمام. وبعدين هقول له برنت مين بقى؟ emp1 دوت الساين ان، اوعى تنسى القوسين جميل. وبعدين هقول له بص بقى الحته دي، اطبع لي برضو مين؟ برنت مين بقى؟ emp1 دوت اندرسكور ديكت اندرسكور. واحده واحده هنا بقى وعلى مهلك. انا هنا استخدمت مين؟ الشعر الافريقي الديكشنري. ليه؟ علشان اعرض كل الخصائص بتاعه الاوبجكت بتاعتي مره واحده. وخد نوت بس كده صغير، اللي انا عملته ده حاجه اسمها اوبجكت انتروسبكشن. اوبجكت انتروسبكشن ما تقلقش هناخدها بعد ما نخلص الوراثه بامر الله. انا قلت لك بس ايه يعني نبذه كده بسيطه لحد ما يعني ايه ما هنوصل لها، بس يعني مجرد معرفه بيها مش اكتر يعني. نكمل. شكرا يا قلب اخوك، انت كده زي الفل. تعالى بقى ايه نعمل عمليه الوراثه بتاعتنا. تعالى نشغل الكود ونشوف النتيجه مع بعض. شغل الكود كده. ايه ده اشتغل يا حسين، مع ان الكلاس بتاع المانجر انت عامله باس، وكمان هو اصلا فاضي ما فيهوش اي حاجه. برافو عليك، بس احنا عاملين ايه؟ وارثين من الكلاس الاساسي بتاعنا. وكذلك في المميزات عمليه التسجيل تمام تمت بنجاح، اهو طبع لي ايه؟ حسين هاز سايند ان. وكمان المعلومات والبيانات بتاعت حسين اهو، الاي دي 1، النيم حسين، التايتل سي اي او، الديبارتمنت مانجمنت، والسالري 100,000. شفت بقى جمال الوراثه في ايه؟ اني بدل ما كنت هكتب في الكلاس بتاع المدير من اول وجديد تاني ودلة البناء تاني والخصائص والمميزات ليه يا عم، ليه يا عم كل ده ليه؟ مبدأنا في الحياه الدراي دونت ريبيت يور سيلف. بكل سهوله رحت ورثت من مين؟ من الكلاس الاساسي، والكود اشتغل هو بقى زي الفل معاه بس كده. ده الجزء الاول من الوراثه. الجزء الثاني بقى هنشوف مع بعض، لو المدير ده ليه خصائص زياده مش موجوده في الكلاس الاساسي، ازاي هحطها او ازاي هضيفها. تابع معايا بقى ايه الجزء اللي جاي عشان نكمل رحله الاو او بي ونفهم كل حاجه بالبلدي. وما تنساش تعمل شير للفيديو وتقول لي رايك في الكومنتات علشان نوصل لاكبر عدد ممكن تمام، وعيلتنا يعني تكبر اكتر واكتر. انا حسين الدرملي، ودي برمجه بالبلدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام. Free audio post production by alphonic.com.